كل سنة وانتم طيبين. أول يوم شعبان إن شاء الله يوم الأربع بعد بكرة. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة. يا رب يجي علينا شعبان كده ويخلص وهو كله خير وبركة وسعادة علينا يا رب، ونوصل للفرحة الكبيرة شهر رمضان اللي احنا مستنيينها من السنة اللي فاتت. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى اللي ما استعدش، اللي كسل معانا في الأيام اللي فاتت، يبدأ استعداده اللي بجد دلوقتي. ما تضيعوش الأيام الحلوة دي، ما تضيعوش أحلى أيام في عمرنا. خلوا الأيام تعدي علينا كلها بركة وراحة كده. خلاص الامتحانات النقل خلصت، وخلاص الامتحانات تالتة إعدادي قربت تخلص، وهنبقى فاضيين بقى في الأجازة. كل اللي ما تستعدش معانا يبدأ استعداده، استعداد صح، استعداد مش تنظيف بيت وبس، تنظيف بيت وخزين لرمضان وكل حاجة، ومع ذلك استعداد كمان في العبادة. فما نضيعوش احلى شهر اللي هو شهر شعبان اللي بيوصلنا لاحلى فرحة، شهر رمضان. فرحة شهر رمضان اللي احنا مستنيينها من السنة اللي فاتت. يا رب يا رب ان شاء الله يجي علينا رمضان كده واحنا كلنا صحة وعافية وهنا وسعادة، عشان يعدي علينا كده رمضان مش زي كل سنة. قلنا رمضان السنة دي ان شاء الله يبقى مميز علينا ان شاء الله بإذن الله، ونستغله من اول لحظة لاخر لحظة. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم آمين. من ضمن استعداداتنا لاستقبال شهر رمضان إن إحنا بنفرز كل اللي ينفعنا في رمضان. فرزنا طماطم وفرزنا كل أنواع الخضار اللي تنفعنا في رمضان. في ناس كتير لقيتهم بيسألوا يقولوا إيه الأنواع اللي موجودة دلوقتي في السوق اللي ممكن نخزنها. خزنوا بسلة، خزنوا سبانخ، خزنوا فاصوليا خضراء، خزنوا كل قلقاس اللي بيحب القلقاس. كل انواع الخضار اللي موجوده في السوق دلوقتي ممكن تتخزن، الجزر، الحاجات دي كلها ممكن تخزنيها دلوقتي. ومن احسن الحاجات اللي بتنفع في رمضان طبعا متفقين كلنا عليها اللي هي الطماطم. نخزن طماطم من دلوقتي. قلنا التخزين مش بس توفير، مش مثلا الطماطم غالية مانيش هخزن، أنا بخزنها راحة ليا عشان رمضان. عايز إن احنا ما نوقفش كتير وما نتعبش كتير، فأنا بخزن الحاجات دي عشان نرتاح من وقفة المطبخ في رمضان. فرزنا بصل، اللي هيفرز بصل لرمضان الأحسن إنه يفرزه في شعبان. يعني في الأجازة كده، لما الأجازة تبدأ كده نبدأ نجيب كام كيلو بصل، البصل ب10 جنيه وأقل كمان. نجيب كام كيلو بصل ونفرمهم ونبدأ نخزنهم. خزنا تسبيكة المحشي، الخضار بتاع المحشي. ممكن تعملي التسبيكة والخضرة وكل حاجة وتخزنيها على قد المحشي اللي انت بتعمليه، الكمية اللي انت بتعمليها للناس اللي هيحبوا المحشي في رمضان. خزّنا كمان الفاكهة بتاعة العصير، خزّنا فراولة، جوافة، مانجا، كل حاجة في أوانها وهي رخيصة كده. بنخزّن اللي نقدر عليه، ما بنزنقش نفسنا من كل تسويقة، بناخد حاجة بسيطة كده نخزّنها عشان ما نحسّش بضغطة في مصاريف التخزينات بتاعة رمضان. التسويقات أي مصاريف بنطلّعها بتاعة الأسبوع بناخد منها جزء نعمل بيه تفريزات رمضان وتجهيزات لرمضان. خزّنا إيه تاني لرمضان، خزّنا مكرونة ورُز ولوبيا وفاصوليا، وخزّنا زيت، وخزّنا زبدة، وخزّنا وعملنا سمنة بلدي. عملنا كل اللي إحنا محتاجينه إن شاء الله، إن شاء الله في رمضان من دلوقتي. كمان للناس اللي لسه ما خزّنوش الحاجات المهمة، يعني الأساسيات، عندهم فرصة الأيام دي في الأجازة يخزّنوا كل حاجة. من دلوقتي بقى خزّني الفراخ اللي أنتِ عايزاها، تبّلي تتبيلاتِك، كل حاجة أنتِ عايزاها في اللحوم دلوقتي تتخزّن، مش هيجرى لها أي حاجة. خلاص شهر واحد وكمان بيقل يعني أيام على رمضان. هاتي بقى البانيه وتبّليه واعمليه في البقسماط واعينيه في الفريزر على قد بس أنتِ يوم ما أنتيش قادرة تقفي في المطبخ هتطلّعي تحمّري على طول وخلاص الأكل جاهز. هنخزّن فراخ متبّلة على الشوي، هنخزّن فراخ متبّلة على الفرن على طول، هنخزّن شيش متبّل برضه على التسوية على طول. هنخزّن كفتة متصبّعة جاهزة نحطها يا دوب بس تستوي. هنخزّن كمان كفتة رُز، ممكن كفتة الرُز تعمليها وتخزّنيها على بعضها كده، وممكن تحمّريها وتخزّنيها وهي متحمّرة كمان. كده هتنفعِك في التفريزات. تطلّعي بقى الصلصة والكفتة المتحمّرة وبالهنا والشفا. خزّنا إيه تاني، الحاجات اللي أنا ناسياها ممكن أنتم تفتكروها تقولوا لي عليها.
كل حاجة في البيت بتتخزّن، كل اللي قدّامنا ممكن نخزّنه عشان يريحنا في رمضان، ما بنخزّنش كُتر حاجات عندنا ولا بنخزّن إن إحنا يعني الفلوس كتير وعمالين نشتري ونخزّن والكلام ده لأ، إحنا متفقين من الأول إن إحنا بنخزّن عشان راحتنا وعشان ما نوقفش كتير في رمضان، وعشان نفضّي نفسنا في رمضان كده للعبادة إن شاء الله. وقُلنا التفريزات بتاعتنا ما خدتش مننا فلوس كتير، الحاجات الخضار والفاكهة والحاجات دي كنا بناخد من تسوية الأسبوع حاجة بسيطة ونحطها في الفريزر، يعني أنتِ لو كل أسبوع من الفاكهة اللي أنتِ جايباها للأسبوع خدتِ كيس حطيتيه في الفريزر مش هيأثّر معاكِ خالص ولا هتحسّي بيه، هتيجي في رمضان تلاقي معاكِ 5، 6 أكياس عصير جوافة، 5، 6 أكياس فراولة، 5، 6 أكياس مانجا، هيبقى عندِك شوية خزين حلوين لعصاير رمضان. من غير ما تكلّفي نفسِك، دي للناس اللي بدأوا من زمان، اللي لسه ما بدأوش بقى يزنقوا نفسهم كده وإن شاء الله، إن شاء الله يلحقوا يعملوا الحاجات اللي إحنا عملناها. وكل سنة وأنتم طيبين وما تنسوش الأذكار كده، وطول ما إحنا واقفين نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.